السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة جملي. انا رحت اللي عند الجزار وخدت كوباية رز واحدة، وعليها كبشة شعرية، يعني كبشة صغيرة كده، وكوباية رز، ووزنت نص كيلو لحمة جملي. وعملت النص كيلو كفتة ده. بص، عشان اللحمة اكتر من الرز، لونها احمر ازاي، مش خضرة. ان شاء الله انا جهزت اهو طبق فيه زيت. هصبحها وارجع لكم. هفتح بقى الكيس ان شاء الله واقعد اصبحها، ولما اصبحها هرجع اوريها لكم ان شاء الله مع بعض كده خطوه بخطوه، عشان مش هينفع اوريها لكم عشان انا ببقى ماسكه التليفون بايد وهصبع بالايد التانية ازاي، مش هينفع. فان شاء الله هصبحها واوريها لكم باذن الله. فاصل ونواصل. بصوا حبايبي، دي الكفته خلاص خلصتها اهي تصبيع. انا بطول الصباع كده علشان خاطر الجملي بتكش، فالصباع ده يعني هيكش يبقى صغير كده، عشان كده انا بطول الصباع. انا خلاص صبعتها، هروح بقى احط الزيت في الطاسه ونقليها مع بعض. جهزنا الطاسه حبايبي اهي، حطينا فيها الزيت، هيسخن. هنحط بقى الكفته تتحمر. اول ما الزيت يسخن ونحط الكفته هوريها لكم. الزيت سخن يا حبايبي اهو. هنسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الطاسه وارجع لكم. بصوا حبايبي، ادي الكفته اهي، بس مش عارفه ليه اسودت كده. انا ما حمرتهاش قوي يعني، مش عارفه ليه، مش عارفه اسودت ليه كده، مش عارفه. منها بقالها يعني من العيد في الفريزر ولا ايه، مش فاهمه. خرطت هنا بصلايه كبيره، هنحمرها بقى. وحضرت لهم القوطه اهي، الصلصه اهي هتتحمر، واحط الصلصه وارجع لكم. هنحمر البصلايه حبايبي اهي، ان شاء الله تصفر كده ونرمي عليها الصلصه. انا ما بحمرهاش قوي. وبستأذنكم تدعوا لولاد اختي، عاملين حادثه والله واحده فيهم بتموت. ربنا يا رب يقف جنبها ويشيل عنها هي واللي زيها. واحده خفت الحمد لله، عملت عمليه وطلعت، والتانية يا رب ما تشوفوا حد غالي عليكم في المنظر اللي انا شفته فيها ده. يشيل عنها ربنا ويشفيها يا رب. وبتمنى منكم تدعوا لها بالشفاء. بنوتة في كلية الإعلام. يا ريت يا ريت بترجاكوا تدعوا لأختكم سلمى. بصوا حبايبي، البصلاية احمرت اهي، حطيت عليها الطماطم. نسيبها بقى تتسبك. عقبال ما تتسبك اكون خرطت البطاطس. انا هرمي فيها بطاطسيتين 2، مش هكتر عن كده. هروح اقشر البطاطس حبايبي وارجع لكم. بصوا حبايبي، انا خرطت البطاطسايه اهي اهي، ورميتها تستوي بس البطاطس، ونرمي الكفته لان الكفته مش هتاخد سوا. هنغطي واروح اصلي وارجع لكم. بصوا حبايبي، البطاطس استوت ورحت حاطه الكفته اهي. الكفته اهي، ناخدها غلوه ونشوف الدنيا فيها ايه اهي.
هنقفل عليها ان شاء الله 5 دقايق كده او 10 دقايق، ونرجع نبص عليها قبل ما نحضر الرز. هنعمل شوية رز واحدة وواحدة ان شاء الله. هنفصل مع بعض، ولما اعمل شوية الرز ارجع لكم. بصوا حبايبي، شوية الرز هم انا غسلتهم، اللي انا هحمرهم غسلتهم وحطيتهم اهم يتحمروا، وبعد ما يتحمروا هنحط بقى بقية الرز، اغسله واحطه. بصوا حبايبي الرز اهو بيتشرب اهو، ده الرز واحدة وواحدة. هقلبه كويس، ولو عايز مية تانية احط له مية. انا حطيت له قلبين ماجي، وحطيت معلقة ملح صغيرة، وحطيت ميته. هشوفه وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا خلصت بس عشان ارفع لكم الفيديو انا هغرف ليا كده معلقتين ناكلهم مع بعضينا اهو. اهي الكفته اهي. لو عجبتكم الكفته دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا حبايبي. جميله اهي. والرز اهو الرز واحده من واحده جميل اهو. ناكلها بقى مع بعض كده، بس الرز سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة التحف. تعالوا اتفضلوا كلوا معانا. لو عجبتكم الاكله دي، اكله جميله جدا. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.